زر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني واخواتي، وارحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج خواطر تنموية. وعنوان حلقتنا اليوم: تعرف على نمطك من خلال حالة الواتساب والأمثال الشعبية. الله 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 على المشاركات الجميلة وعلى الإضافات الجميلة. صراحة ضفتوا لي أشياء عجيبة اليوم، يعني شيء وايد حلو صراحة، روعة واجتهادات حلوة وبعض الأمثال والحالات كانت طريفة. بس أطرف حالة مرت علي أمانة، وهذه كانت يعني مشاركة سابقة من واحد من المؤسسين، حالة بالواتساب يقول صاحبها: شلون احط حالة وانا حالتي حالة. هذه كانت اعجب واقوى مشاركة، هذا الملك. فيعني ما شاء الله مشاركاتكم رائعة صراحة ومتنوعة. طبعا بعض الاعضاء والعضوات راح نذكر مشاركاتهم في الحلقة هذه، اضافة للتعقيب على مشاركات الجميع والعموم ان شاء الله اللي يقدر عليه يعني في هالحلقة. ونشرح طبعا الحالات والأمثال ليش كتبت بهالطريقة، وراح نذكر التحليل الصحيح للحالة أو المثل والنمط الصحيح، ماشي. وبعدين راح أتطرق لبعض الشغلات الواتساب زين من الناحية النفسية ليش كتبت بهالطريقة. وممكن إذا في مجال أختم بقضية النمط التشاركي، لأن بعض الناس يحتارون، يعني مثلا الحالة تدل على شيء بالشخصية، لكن هذا الشخص احنا نعرف أن نمطه عادة كذا كذا كذا، بس في الواتساب في اختلاف، ليش؟ راح أتطرق إن شاء الله لهالموضوع. فنبدأ على بركة الله ومع الحالات والأمثال لأنماط الشخصية. عندنا من المشاركات الجميلة كانت مشاركة اختنا روكسانا من قطر. اللي ما يعرف الصقر يشويه، وطبعا أكثر من شخص منكم شارك بهالمثل. شكت هي هل نمطه تحليلي ولا عملي؟ طبعا هذا قائل المثل نمطه عملي، لأنه يبي نتيجة. يعني اللي ما يعرف الصقر يشويه، يعني في النهاية هو يبي النتيجة الملموسة، مو تحليلي. اوكي، مثلا من الانماط التحليليين صاحب مثل الله لا يغير علينا، يحب الثبوت. ايضا اختنا دلال من قطر شاركت من قبل في مثل: يا ماشي بدرب الزلق او درب الزلق. انا كذا اتلخبط بالمثل نطقه. يا ماشي بدرب الزلق، اوكي لا تآمن الطيحة. هي قالت انه عملي ولا تحليلي صاحب هالمثل، كانت شاكة فيه. طبعا الاجابة الصحيحة هو تعبيري. يا ماشي درب الزلق هو يمشي في الطريق ويسعى في الهدف، وبعدين يتورط، مغامر يتورط ويطيح في المخاطر وبعدين يندم. فمو دائما النتائج تصيب معاه، في أحيان كثيرة تخيب، وحتى لو صابت في النهاية لكن يقع في مخاطر بسبب تهوره. فهو ظاهر المثل على أن الشخص نمط عملي، لكن في الحقيقة هو تعبيري قائل هذا المثل. أيضا من المشاركات اللي تشاركت فيها اختنا دلال مع واحدة من المشاركات من الكويت، ظاهر يعرفون نفس الإنسانة، اللي هو حالة الواتساب اللي تقول: صديقتي سعادة الله لا يحرمني منها، وبعدين حاطة أول حرف هذا سعادة اسم واحدة. أوكي وقالوا أن نمطها ودود. أوكي، تشاركوا في نفس الاختيار ونفس ذكر الحالة اللي ذكروها يعني. عندنا أيضا بتول من السعودية قالت المثل اللي هو كل يرى الناس بعين طبعه، وقالت هو تحليلي. طبعا أنا أيدها لأن فيها منطق المسألة، مثل الصاحب ساحب، أيضا هذا قائل تحليلي. من الأمثال أيضا أختنا حنان من السعودية لما قالت اصرف ما بالجيب يأتيك ما في الغيب، قائل هذا المثل هي جابت التحليل بشكل صحيح. قالت إنه تعبيري، وهو فعلا تعبيري. أيضا حالة الواتساب وقل ربي زدني علما تدل على عقلية فكرية لصاحبة هذه الحالة، وكانت إجابة حنان صحيحة، فعلا هي تحليلية. أيضا من المشاركات من زينب من السعودية جابت المثل اللي يقول: اللي في الجدر أو في القدر يطلع الملاس، اللي هي يعني الملعقة الكبيرة اللي نغرف فيها الأكل. وقالت إن صاحبة هذا المثل أو صاحب هذا المثل قالت إن إنسان تحليلي على ما أذكر، لكن هي الإجابة الصحيحة إن تعبيري، هذا إنسان تعبيري. أوكي.
بعد أيضا من المشاركات لأخونا محمد طبعا من مصر، شارك في المثل اللي يذكره أكثر من شخص فيكم: عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. ناس قالوا تحليلي، ناس قالوا عملي. أخونا محمد قال عملي، وإجابته هي الصح. العملي ليش قلنا عنه هالشيء وليش قال هالمثل؟ قال لأن العملي يطالع الفرص المتوفرة. دائما العملي ياخذ من الفرصة الشيء اللي بيده، يفكر في الممكن واللي بإمكانه أنه يسويه. عشان كذي بعض التحليليين يتمنى يكون عملي، كذلك بعض الودودين. الطريقة سهلة، الاستراتيجية سهلة. لما تستشير الناس لا تستشير عدد كبير، استشير شخص أو شخصين. وإذا بتجمع معلومة عن النشاط اللي بتسويه لا تجمع معلومات كثيرة، اجمع معلومة أو معلومتين. يعني بتروح تشتري جهاز من محل، دش محل واحد أو محلين بالكثير، تخلص. بتدش الانترنت بتشيك على مشروع أو أيا كان سلعة أو whatever، دش موقع واحد وخذ منه المعلومة. هذه طريقة العملي، بهالطريقة تصير عملي. فالعملي طالع النبي ده عصفور واحد، ما يهتم بالعشرة. لو كان المثل مركز على العشرة اللي على الشجرة كان هذا منو نمطه. هذا التحليلي هو اللي يركز على العشرة اللي على الشجرة، العصافير العشرة اللي على الشجرة. عنده صبر انه ينتظر الى ان يحصل عليهم، وعنده امل انه راح يحصل عليهم، ومستعد يتجاهل العصفور اللي باليد. لكن العملي لا، العملي ما يتجاهل العصفور اللي باليد، يعتبره مكسب حتى لو خسر العشرة الباقين. اوكي، فهذا السر. فإجابة أخونا محمد صحيحة، عملي. أيضا من المشاركات لأختنا حوراء من الكويت، قالت شنو المثل؟ لا إله إلا الله، اللي هو سو خير وقطة بحر. هذا طبعا قائل المثل، هذا قائلة ودود. وكانت إجابتها صحيحة فعلا، هو الشخص الودود اللي يسوي خير للناس لكن بالمقابل مثل ما نقول يكبت. وهي طبعا ناحية مو دائما طيبة. يعني لا تنسى نفسك، لا تعطي الناس السعادة وتنسى سعادتك الخاصة. لكن سبحان الله في ناس عايشين بهالطريقة. أما بالنسبة حق أيضا من الإمارات، عندنا مشاركة أختنا شمسة جابت لنا أمثال عجيبة صراحة عن الطيور. المثل الأول يقول: ما طار طير وارتفع. المثل المشهور: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وقالت شمسة إن قائل هذا المثل نمط تحليلي من باب إن نظرته تشاؤمية. أنا ما راح أقول تشاؤمية، لكن أوافقها إن نمط فعلا تحليلي من باب المنطق. يعني عنده 1+1=2، في النهاية الطير لازم راح يطيح ويموت، فهذا منطق. ثاني مثل ذكرته شمسة أيضا كان الطيور على أشكالها تقع. وقالت إن قائل هذا المثل ودي أو تعبيري. أنا أقول لها قائل هذا المثل نمط تعبيري. ما شاء الله. من مشاركات، خل نروح حق الواتساب. من مشاركات الواتساب الجميلة: القرآن عزوة لي ولأبنائي. هذه الأخت من الكويت. طبعا هذه الحالة في الواتساب تدل على النمط الودود، واضح. أهم شيء عندها البيئة وسعادتها وسعادة أبنائها. أيضا من الحالات بالواتساب حالة أخونا محمد اللي ذكرها: شنو؟ لا تمشي وراء الأثر ولكن امشي واترك أثر. هذا يعني صراحة هو قال نمط ودود. أنا أشوف أن قائل المثل أو الحالة، صاحب الحالة، نمط تعبيري وليس ودود. هذا يدل على الطموح والرؤية البعيدة والخيال الابتكاري. أوكي. أيضا من حالات الواتساب طبعا الناس اللي عندهم ما شاء الله يعني قضية الأدعية وما الأدعية والأذكار، يعني هذول عادة صراحة هم بين التحليلي والودود. لكن لأن في ناس يتساءلون، يعني وهذه نقطة مهمة حاب أذكرها. في ناس يتساءلون يقولون نعرف بعض الأشخاص يحطون أدعية، أذكار، تسبيحات، آيات قرآنية، أبيات شعر، وهذا الشيء وايد جميل وايد حلو. أيضا بعض الناس يحط صور. طيب، بعض الناس اللي يحطون هذه الحالات متوفر available، طبعا بعضهم يحطه بالعربي بعضهم بالإنجليزي، ولا busy مشغول. أوكي، والحالات هذه فيتساءلون شنو وضعهم، شنو قصتهم، شنو نمطهم. أول شيء لازم نعرف أبيات الشعر إذا كان فيها أحيانا يكون فيها انتقام، يعني محاسبة ولوم، هذا عادة يكون ودود، مقموت وبقلبه كلام. بعضهم حب ومقهور ومشتاق والهان، هذا ودود.
التحليلي إما أبيات فيها قيم أو مثل عليا وأحيانا انتقاد. من ناحية ثانية اللي يحطون مشغول ومتوفر وإلى آخره إما عمليين، أوكي، يعني حاط المختصر المفيد مثل ما قلنا، ياخذ أسهل شيء وأسرع شيء المتوفر من المعلومات الموجود، فياخذ الشيء السريع، الحالة المتوفرة التلقائية اللي تنزل مع الواتساب، ما يحتاج يكتب شيء، ياخذها ويحطها. طيب، والعملي روتيني على فكرة ما يغير، فلذلك نجد أن الحالة ثابتة ما تتغير. أيضا نجد بعض الأشخاص اللي يحط آيات وأشعار وأذكار لكن ما يغير أو كل شوي يغير. اللي كل شوي يغير يا جماعة غالبا هذا نمطه تحليلي. اللي يغير وايد يغير هذا عادة نمط يكون تحليلي أو يكون تعبيري. في الحالة اللي يكون فيها تحليلي هي اللي يحطون الآيات والأذكار والأشعار تدل على أن فيها مثل وقيم ومواعظ. زين، هذول يغيرون لسبب لخبطة في قيمهم في الحياة، الأولويات عندهم فيها قيم. التعبيريين يغيرون بسبب طبيعة تشتت الاهتمامات والهوايات والميول. لكن التعبيري دائما نجد أول شيء من أهم علامات التعبيري في الواتساب إنه يتكلم عن نفسه. غالبا التعبيري أنا وأنا، يعني شفت الأخت اللي قالت صديقتي سعادة الله يخليها لي، التعبيري ما راح يكتب صديقتي سعادة، ما راح تكتب التعبيري، أو صديقي أحمد ما راح يكتب صديقتي. التعبيري راح يكتب أنا أنا وصديقي أحمد، أنا الله يخليني حق صديقي أحمد، أنا الله يخليني حق صديقتي سعادة، صديقتي سعادة محظوظة فيني. التعبيرية راح تكتب كذي، ما راح تكتب صديقتي سعادة الله يحفظها، ما راح تبدأ بصديقتها بالجملة، راح تبدأ بنفسها. وكذلك التعبيري ينوع مثل ما قلنا للطموح، وبعدين التنويع غالبا في مرح عند التعبيري، فرقعات ويعني ما شاء الله وجوه ضاحكة يعني ما شاء الله شعارات رنانة، أحيانا يتكلم عن نفسه. أعرف واحد ما شاء الله بالواتساب الحالة مالته ذاكر الكتب اللي ألفها والشهادات يعني سبحان الله، هذا طبيعة الظهور اللي عند التعبيري. وبعضهم ما شاء الله ظهوره بمكانه، وبعضهم يعني اوكي على راحته، انسان فرحان بنفسه هو حر، يعني ما في مشكله يعني. اوكي، بعضهم يكتفي بوضع اسمه فلان الفلاني بس، هذا ايضا نوع من على طول نعرف ان هذا تعبيري. طيب الودود غالبا لا، يعني لي ولابنائي. واحده كاتبه بعد ازين، كاتبه مره يا رب تحفظ ابنائي، وهذا في واحده حالتها بس ولدها دائما حاطتها بالحاله كاتبه عنه مسافر، وابدا ما قد شفتها غيرت، هي من الاهل يعني، فما قد غيرت ولا مرة غيرت الحالة، ولا سبحان الله ثبوت عجيب يعني. فهذه من العلامات. أيضا من العلامات قضية التحليل مثل ما قلنا يغير في لخبطة بالقيم، الناس تتساءل في كثير من الأحيان، يكون في صراع داخلي. سألت أنا مرة أخت تحليلية قلت ليش تغيرون كل شوية في يعني كل مرة دعاء غير، كل بعد يومين ذكر غير، خلي يثبت. قالوا لا، الناس يعني لازم نغير لهم، الناس يحتاجون هالتغيير. زين، كتبوا شيء عن نفسكم، كتبوا شيء. غالبا التحليل الصراع بين الأعلى جدا والأقل جدا، الوسط هذا عنده فيه مشكلة. كذلك الودود دائما تركيزه على الناس وظهوره هو على طبيعته والأشياء اللي يرتاح منها أو إنه يسعد، هذا شيء مؤجل عنده. طبعا هذه يعني قضية التحليل الطويل تلعب دور أساسي في هذه النفسية. بعض الناس دائما بس أشعار وبس أذكار، للأسف مختفي وراها، يكون مختفي وراها. نرجع ونقول عبر عن نفسك أكثر، وإذا عندك مشكلة حلها، لا تختبئ وراء الأشياء. هي الأذكار، الأدعية، الآيات شيء طيب، لكن في النهاية يعني لا تختفي وراء القيم الروحية والشعور هذا الروحاني. استفيد منه وخله حقيقة في حياتك، لا تنخدع فيه، أو خلينا نقول يعني لا تخدع نفسك وتعيش شيء ممكن يكون أجمل ما يكون في حياتك لما تكون أنت حقيقة مستمتع فيها الشعور. فاهمين قصدي؟ يعني لا تحطك يعني لا تحطك كقناع. زين، احنا ما نقول يعني اوكي انت والنعم فيك، انت والنعم فيك، لكن لا تحطه كقناع. اللي اقصده ان لا، بعض الناس يكتب آيات واشعار وحديث وقيم والنعم فيه،
لكن بحكم شغلي أنا في الاستشارات والجلسات، هالنوع من الناس لما نواجهه بالجلسات يقعد يبكي وينهار. ليش؟ لأنه ما عنده الإرادة والقرار إنه يكون نفسه على الطبيعة. يكون إنسان مصلي والنعم فيه، لكن عنده الأمور يا أعلى شيء كلش، يا بالنازل، يا ما يقدر نفسه، فما عنده الثقة إنه يكون نفسه. هذا المقصود. أنا ما أقصد تقليل من قيمة أحد ولا تجريح أحد، والنعم فيكم كلكم، لكن قصدي خليك على طبيعتك. حط آيات، حط أحاديث، لكن خليك على طبيعتك، يعني لا تختفي وراها بس. وفي ناس طبعا لا، يعني في ناس حاطينها فعلا عشان على طبيعتهم. أنا أكلم الناس اللي مختفين وراء هالشعارات. طيب نفس الشيء عندنا قضية اللي يحط متوفر وما متوفر وبزي وهالأشياء هذه. أيضا في ناس عمليين يحطها وما يغيرها خلاص، وفي ناس ما يبي يكون على طبيعته، هم مختفي وراها. يكونون تحليليين ودودين عادة أو عملي يحب الروتين، خلاص حط شغلة ما يغيرها، ثابت عليها. من النقاط أيضا المهمة قضية، في ناس تقول يعني احنا نشوف الشخص نمطه يدل على شيء طيب بالحياة العادية، وبالواتساب نجد اختلاف. مثلا يكون عملي لكن بالواتساب نجد حنان ومشاعر زي اللي قاعد يصير. اللي قاعد يصير هني ان هذا نمط الثانوي التشاركي، يكون اغلب شخصيته عملي مثلا او تعبيري او تحليلي، والجزء الثاني هذا منه ودود، يكون مثلا ودي في العلاقات لكن عملي في بقية جوانب حياته، فيعبر عن هالشيء بالصداقات والعلاقات، فيظهر على كتابته بالواتساب. فهذا شيء طبيعي. بعض الناس تتساءل يعني شو اللي قاعد يصير، هل عندي فصام؟ لا لا لا، شيء عادي جدا. وهذا يعني مثل ما نقول من جزء من الشخصية وجزء من نظرية الأنماط، شيء طبيعي، ما في أي شيء غريب. أوكي، فإن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا مع حلقة أنماط الشخصية وحالة الواتساب والأمثال الشعبية. أرجو النشر لهذا المقطع، وهذا رقمي للناس اللي يبون إضافة: 92159526. مرة ثانية 99159526، وفتح الخط 0965. ومع تحيات المدرب عبد الوهاب العميري.